توضيح من وزارة التربية. السلام عليكم متابعي قناة شكوماكم حسن السعيد. قبل البدء لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد مخبى العاجلة والمهمة. توضيح جديد من التربية بشأن منحة الطلبة. أعلنت وزارة التربية اليوم الأحد بلوغ أعداد المشمولين بمنحة الطلبة أكثر من 2 مليون مستفيد لغاية الآن في بغداد والمحافظات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إن الوزارة لا تزال مستمرة بتسجيل الطلبة والتلاميذ لشمولهم بمنحة الطلبة، خاصة أن الأعداد في تزايد، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت البيانات خلال الفصل الدراسي الثاني إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبين أن عدد المستفيدين تجاوز 2 مليون تلميذ وطالب لغاية الآن. كما لفت إلى أن المختصين في وزارة التربية لاحظوا أن المنحة أثرت إيجابيا من خلال تقليل نسب التسرب في المدارس، كما أسهمت في زيادة نسبة العودة للتاركين إلى مقاعدهم الدراسية، وبالتالي نجاح مشروع المنحة بتحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح السيد أن الوزارة مستمرة بتحديث البيانات ورفعها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل إعلامها بتواصل المشمولين بالدراسة. تعتمد وزارة العمل معيارين للشمول: الأول إفادة الأسرة من راتب شبكة الحماية الاجتماعية، والثاني هو استمرار المستفيد بالدراسة من دون انقطاع. ولفت إلى أن حملة العودة للتعليم أثمرت عودة 260 ألف متسرب لمقاعد الدراسة خلال العام الدراسي 24-25، منوها بأن نينوى وميسان حققتا أعلى المعدلات في عودة التلاميذ والطلبة إلى الدراسة ضمن الحملة مقارنة بالمحافظات الأخرى. وسبق أن أعلنت وزارة التربية المبالغ المخصصة للطلبة والتلاميذ بواقع 30 ألف دينار لكل تلميذ ضمن المرحلة الابتدائية، و50 ألف لطلبة المدارس الثانوية. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.